انا عارفه بقالي 15 يوم يمكن اكتر مش معاكم على السوشيال ميديا ومختفيه. قد ما انا كان نفسي ارجع واقول انا معلش كنت في اجازه، بس بصراحه it's my duty to tell you a little bit. زي ما بوريكم الحاجات الحلوه لازم شويه اقول لكم على الحاجات اللي مش حلوه. انا بقالي فتره a few weeks maybe even months I'm struggling with my mental health لاسباب كتير قوي. مش هقدر ادخل في الديتيلز، بس it's been a while and I'm struggling a lot with my mental health لاني ضغطت على نفسي جامد قوي 7 سنين اللي فاتوا، ومن كتر كميه الستريس في الشغل ومن كتر كميه البولينج الموضوع يعني ابتدى ينفجر. انا مش عارفه انا ليه تاثرت. معلش ثانيه واحده. انا اللي عملته ان في الفتره اللي فاتت علشان اخد بالي من صحتي النفسيه والعقليه والجسديه وكل حاجه، مسحت الانستجرام ومسحت التيك توك، مسحت الابلكيشنز بتاعت السوشيال ميديا كلها، وحاولت لاول مره في حياتي من ساعه لما ابتديت السوشيال ميديا، حاولت يعني تقريبا من 2013 لاول مره في حياتي خدت اجازه حقيقيه من غير تليفون. I started seeking the right help، حاجة كنت عمري ما اتخيل ان انا ممكن اوصلها، بس I started seeking the right help. ومش قادرة اقول لكم كانت احسن حاجة عملتها في حياتي. يعني والله العظيم لو انا ما كنتش مضطرة ارجع ما كنتش رجعت. فعلا صحة الواحد اهم حاجة، صحة الواحد العقلية، ولما صحة الواحد العقلية بتبقى متأثرة الجسد هو كمان بيتأثر، كل حاجة بتتأثر، والريليشن شيبس بتتأثر وكل حاجة بتنفجر. وانا كان بقالي كتير قوي مأخرة الستيب دي، كان بقالي كتير قوي باخد على نفسي وباخد لغاية لما انفجرت. علشان ما اطولش عليكم انا I always like to keep my platform positive. بحب لما انتوا تيجوا عندي تتبسطوا، وبحب لما انتوا تشوفوني مبسوطة. فمش عايزة اطول عليكم يعني، بس anyway يعني لما اطلع من الستراجلز اللي انا فيها هتكلم بعمق اكتر عن كل حاجه، زي ما انا بكلمكم عن شغلي والانتربرينورشيب والفاشن، علشان عندي اكسبيرينس فيهم. لما يبقى عندي اكسبيرينس to conquer a struggle زي struggles of mental health، لما اخلص الستراجل دي هبقى اكلمكم بعمق بالظبط what was happening to me and how I came over it. But for now all I can tell you، علشان ما اختفيش اكتر من كده من على السوشيال ميديا، انا قعدت افكر ازاي هرجع. فكل اللي هقدر اقول لكم كام حاجه، وبعد كده اوعدكم انه خلاص هنرجع للبوزيتيفيتي وهنرجع للحاجات الحلوه وهوري لكم مامتي وكل حاجه. فاول حاجه عايزه اقولها لكم انه بليز يا جماعه please be kind، please be kind. social media is only a part of what you see. يعني لو شفتوا حد بيضحك على السوشيال ميديا ممكن يكون عنده مشاكل الدنيا والاخره ورا السكرين. زي في السوشيال ميديا it's a part of media، زي التلفزيون، الراديو، النيوز بيبر. محدش هيكون عنده فوتوشوت وهيطلع يعيط في الفوتوشوت، حتى لو في حد من اهله عيان او تعبان او هو تعبان نفسيا. it's a media. social media is a media. لو انا طالعه بضحك مش معناها ان انا كل حاجه في حياتي ماشيه تمام. so please be kind، مش ليا انا بس، لكل السوشيال ميديا انفلونسرز وكل التالنتس وكل السيلبرتيز. فينا اللي مكفينا وحياة ربنا. انا لما اختفيت جالي كمية. تاني حاجة عايزة اقولها ان you need to stand up for what's right. يعني لازم تقفوا للحق وقفة بجد. مش it's not enough ان احنا نشوف حاجة بتحصل مش عجبانا، حد بيتنمر على حد، حاجة مش عجبانا ونسكت. حلو ان احنا ما نشاركش، لكن الاحلى واحلى ان احنا نعمل له wake up call، نوقفه عن اللي هو بيعمله. يعني انا نفسي والله لو كان فيا نفس وكان عندي وقت كان نفسي اعمل كامبين اجمع كل الانفلونسرز واعمل كامبين اقول فيها امسك متنمر، زي امسك متحرش امسك متنمر. المتنمر ده بيسرق لحظات حلوة، بيسرق your mental health، بيسرق حاجات كتير حلوة من الشخص. هنحاول نحارب
او نيراديكيت التنمر ده او البولينج ده حاجه شبه مستحيله، بس يعني احلام اليقظه. يعني انا عارفه ان كامبين امسك متنمر دي ممكن عمرها ما تحصل، يعني عشان مش ناس كتير they face it، بس ما علينا. يعني احلام اليقظه. عارفين واحنا صغيرين في الكرتون لما الخير هو اللي على طول بينتصر والشر على طول بيخسر. للاسف الواحد لما بيكبر بيعرف ان الشر للاسف الشر بينتصر. اوقات كتير الشر بينتصر، ان شاء الله مش هينتصر عليا، بس اوقات كتير فعلا الشر بينتصر. I hope ان احنا البلاتفورم بتاعتي او الكوميونتي بتاعتي تبقى الناس بتحارب الشر، يمكن نعرف نخلي الخير ينتصر. علشان ما اطولش عليكم، تالت حاجه it's very important to take care of your mental health. يعني انا في نص الاندستري دي، واقدر اقول لكم من منظوري هذا ان السوشيال ميديا is one of the most toxic places في الدنيا. يعني it's a toxic place. So take care of your mental health. لو انتوا you're struggling، ناس كتيرة بعتتلي من زمايلي الانفلونسرز لما لقوني اختفيت، هم كمان قالوا لي ان هم كمان they're struggling with their mental health. Please seek the right help. Take care of your mental health، لانه المنتل health مش بسهولة تتصلح زي مثلا اصابة في الجسم. So seek help لو انتوا في البابليك اي، او لو انتوا ناس طبيعية and you're bullied، او ناس طبيعية وعندكم struggles. Please seek the right help. Take care of your mental health. حاجة ودي بصراحة بقول لنفسي، يعني أنا لازم I need to put myself first. يعني أنا بقالي 7 سنين I'm putting my career first، بحط شغلي الأول وأنا أجي ثانيا وثالثا ورابعا وساعات كتير عاشرا. يعني حتى يعني أوقات كتيرة بحط كل حاجة قبلي. يعني أنا بالنسبة لي يعني إيه أصلا أخد بالي من صحتي دي؟ مش عارفاها. يعني إيه أخد بالي من نفسي؟ أنا إيه ده؟ لا شغل، أنا شغل، سفرية هسافر، فاشن ويك هحضر، بروجكت هعمله، كونتراكت لازم أخلصه، بيتش هدخلها. يعني ده كان أنا 7 سنين. فطبعا I burnt out. الحمد لله I accomplished everything I want، بس I burnt myself out completely. فأنا I promised myself إن I'll take it easy. وبصراحة I will not tolerate anyone who will try to bring me down. Please يعني أي حد هيحاول to bring me down، للأسف أنا هضطر أقطعه completely من الكوميونتي ومن البلاتفورم بتاعي علشان أخلي بالي من نفسي بس. Thank you so much for listening. يعني كنت ما احبش الموضوع يوصل لكده، كنت احب ان انتوا على طول تشوفوا عينيا مبتسمه، بس it is what it is. For all the people who give me a lot of love, I love you back. فعلا I really love you back وبحبكم جدا. You guys are my online family. I always said that you guys are my online family. Thank you for listening. وبس من دلوقتي ان شاء الله هيبقى positivity بقى خلاص. ان شاء الله من دلوقتي هيبقى positivity. يلا love you all.